اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام، وحديثنا في هذه الفقره عن البولينج المصري. احنا عارفين طبعا ان بطوله سيناء اللي بيدعمها القوات المسلحه او بتدعمها القوات المسلحه المصريه، ودايما بتقف مع هذه البطوله منذ بدايتها وحتى الان. الحقيقه بطوله كبرت جدا، وبقى في عدد كبير من الدول بتشارك فيها، وبقى في اقبال شديد جدا من ابطال العالم للبولينج للمشاركه في هذه البطوله. هنتكلم طبعا عن انطلاق بطوله سيناء الدوليه للبولينج اللي هتقام في مصر في الفتره من 23 الى 30 ابريل الجاري بمشاركه 20 دوله، مع ضيفنا دكتور احمد عفيفي عضو الاتحاد المصري للبولينج. صباح الخير يا فندم واهلا بحضرتك معانا. اهلا استاذ رانيا، اهلا بيك. صباح الخير يا دكتور، نورنا. وهنستمتع اكيد بالتعليق الرائع منك برضو على البطوله دي بالطبع، يعني كواحد من اللي عرفوا المشاهدين الى هذه اللعبه الرائعه. اولا دي البطوله رقم كام؟ وطبعا احنا قلنا ان دي بالتزامن مع احتفاليه رائعه جدا وهي اعياد تحرير سيناء في هذا الشهر، واكيد عايزين نعرف جديد كمان فيها والاختلاف اللي موجود عن باقي البطولات السابقه. انا بشكرك كابتن حسام على المقدمه الجميله دي، ولكن انا عايز اقول لحضرتك يمكن المره ال15 ان احنا كاتحاد مصري للبولينج بننظم بطوله سيناء الدوليه للبولينج. الحقيقه احنا بننظمها دايما في شهر ابريل لسببين. السبب الاولاني ان احنا بنشارك الشعب المصري وقواته المسلحه الحقيقه بمناسبه عوده سيناء الحبيبه لارض الوطن، لان سيناء عزيزه علينا كلنا، اللي بنتمنى في الوضع الراهن ان احنا الحقيقه نحافظ عليها وتكون ممر امن للتنميه في مصر ونستفيد من مواردها لصالح الشعب ان شاء الله في الفتره اللي جايه. الهدف الثاني الحقيقه اللي بنتمنى برضه او الرساله اللي بنحب نبعتها من خلال تنظيم البطوله ان احنا نساهم ولو بقدر ضئيل في السياحه الرياضيه. يعني النهارده انا عندي 20 دوله مشاركه في البطوله، ويمكن اكدوا وبدات الوفود تصل بالفعل لان الافتتاح بكره، وهيبقى لينا الشرف ان قناه النيل للرياضه تنقلها ان شاء الله باكر. فلما يبقى عندي 20 دوله مشاركه ويأكدوا ان اكثر من 80 لاعب من كل بلاد العالم، من اوروبا ومن اسيا ومن افريقيا حريصين على المشاركه، فانا اعتقد ان ممكن يصل الى 300-400 زائر في هذه البطوله كلاعبين واداريين وفنيين. طبعا الدول دي وكالاتهم وقنواتهم الخاصه بتتابع اخبارهم، جرايدهم ومواقعهم الالكترونيه بتتابع، وده رساله امان كمان بنبعتها للعالم. يعني ما انا بقول لحضرتك هي رساله صادقه صحيح. من القلب من الاتحاد المصري للبولينج ان احنا نبعت برساله ان مصر امنه وبخير، وان شاء الله يعني نقوم من كبوتنا اللي احنا فيها دي ويعود الامن. هل في تغطيه اعلاميه جيده يعني مترتبه للحدث ده بخلاف القنوات المصريه او نايل سبورت؟ طبعا قنوات الدوله وعلى راسها قناه النيل للرياضه اللي بنكن لها كل احترام هتنقل البطوله، والتلفزيون المصري، بالاضافه لكل القنوات العربيه اللي موجوده في مصر بالفعل جم واكدوا ان هم هينقلوا، بالاضافه لبعض القنوات الاجنبيه عظيم. حريصين ان هم ينقلوا ده لو في شكل تقارير، يعني مش لازم تبقى متابعه لايف للاحداث كلها يعني. لا ده تقارير يوميه يا كابتن حسام، هيبقى في تقارير وصحف عربيه واجنبيه بقى موجود، لان عندنا مركز اعلامي وصحفي كبير جدا. يمكن حضرتك انتوا نورتونا في المركز صحيح. الدولي للبولينج. يمكن يعني برضو عايز اشكر القوات المسلحه الحقيقه موفره لنا كافه الامكانات اللي تنجح البطوله. فعندنا مركز اعلامي، عندنا خط دولي، وعندنا فاكس، وعندنا كمبيوترز، وعندنا كل حاجه متوفره للساده الاعلاميين انه يقوموا بمهامهم في نقل البطوله. نظام البطوله السنه دي يعني نفس النظام السنه اللي فاتت، في طبعا احنا عارفين ان في مشاركه لاعبين عالميين وعلى يعني على قمه يعني الترتيب العالمي، وعارفين طبعا كمان ان دول الخليج دايما هي بتتفوق في رياضه البولينج على المستوى العربي طبعا، وبتنافس مصر، وبيحدث منافسات ايضا من دول اخرى عالميه. نظام البطوله السنه دي ابرز المشاركين، ونتكلم برضو عن المنتخب المصري المشارك. أنا عايز أقول لحضرتك طبعا الاتحاد المصري للبولينج في الفترة الأخيرة بيهتم اهتمام غير عادي بالناشئين، وعايز أقول لحضرتك زي ما حضرتك أشرتي إن الاتحادات العربية كانت بادئة قبلينا بخطوة، يعني كانوا بادئين في الستينات كبولينج كرياضة أساسية وأشهروا اتحاداتهم في الستينات، لكن كان بشكل ترفيهي يعني ما كانتش بشكل رياضة. لا أشهروا اتحاداتهم وكانت في الستينات أيضا. إحنا أشرنا الاتحاد المصري سنة 97 وعلى الرغم إن إحنا أشرناه سنة 97 يمكن أنا كان ليا شرف رئاسة الوفد المصري في الدورة العربية في قطر الأخيرة، وخدنا الميدالية الذهبية والفضية على مستوى العرب. فالحمد لله احنا قطعنا خطوات كبيرة جدا
على المستوى حصل تقدم في مستوى يعني المنتخب المصري كمان في الفتره الاخيره، احنا شفنا بقينا ننافس بشكل كبير وبنقتطف الميداليات اهو منه. احنا بس نتمنى حد من ولادنا بقى يصعد على منصه التتويج كده، تبقى رساله كده جميله. ابرز بقى المشاركين زي ما عملها ربيع ياسين وفرح الشعب المصري، هنفرحه ان شاء الله يعني. ويعملها ان شاء الله برادلي ان شاء الله. انت بقى ايه؟ مصر ان شاء الله. انا بشجع مصر دلوقتي يعني. طب نقول ابرز المشاركين في البطوله سواء من منتخبنا او المنتخبات الحقيقه احنا عندنا لاعبين مميزين جدا. يمكن عندنا طارق حلمي، عندنا طارق مظلوم، عندنا امنيه، وعندنا علياء اسماعيل، يمكن زميلتكم هنا في الحقيقه بطله كويسه جدا. فان شاء الله ان يبقى لينا دور على منصه التتويج ان شاء الله في البطوله دي، وخاصه ان احنا عندنا لاعبين ناشئين مميزين جدا، ويعني ظهروا بمظهر مشرف جدا في البطوله الاخرانيه. لكن على مستوى اللاعبين الاجانب، انا جاي لي تيم ماك من امريكا، جاي لي ابطال الكويت وقطر بالكامل جايين، وهم دول ابطال العالم. فانا عايز اقول لحضرتك احنا كاتحاد مصري كنا حريصين ان احنا نرفع قيمه الجوائز. فكل ما هترفعي قيمه الجوائز كل ما ابطال العالم هتجيلك، لانها لعبه وصلت لقد ايه بقى قيمه الجوائز؟ يعني احنا الحمد لله وصلنا السنه دي لحوالي، يعني مش عايزين نقول بقى ما حدش هيحسدكم ومفيش ضرايب، حوالي 40,000 دولار. بس الحمد لله احنا مش مكلفين خزانه الدوله اي حاجه، من خلال سبونسرز او من خلال رعاه قدرنا الحمد لله الى حد كبير توفروا يعني ان احنا نوفر قيمه الجوائز. فكده ما نثقلش كاهل وزاره الرياضه او الاتحاد في اي حاجه. جميل. حضرتك بقى كويس انك جبتنا. هل وزاره الرياضه بالفعل متعاونه معاكم في ليها دور مهم او ليها دور في فاعل في التنظيم او المتابعه؟ هي طبعا البطوله مقامه كابتن حسام تحت رعايه وزير الرياضه العمري فاروق، ان شاء الله يشرفنا بكره ويبقى موجود معانا في الافتتاح. ولكن زي ما حضرتك عارف احنا كاي اتحاد دعمنا برضو الى حد ما بيبقى مش كافي لتنفيذ نشاط دولي على مستوى كبير. يعني انا ميزانيه الاتحاد من وزاره الرياضه 200,000 جنيه. انا مطالب لكل انشطتك طول السنه اجور موظفين، نشاط، ادوات، ايجار ملاعب. فلما تقيم الكلام ده، طبعا انت عارف ايجار الملاعب بالنسبه للبولينج لولا دعم القوات المسلحه الحقيقه ما كناش قدرنا ان احنا نستمر بشكل جيد. ولكن هم طبعا احنا كاتحاد عملنا لجنه اسمها لجنه تنميه الموارد بيرقصها الاستاذ فاروق هريدي. الحقيقه الى حد ما بنحاول بشكل او باخر ان احنا نوجد رعاه. يمكن قبل الاحداث الاخيره دي وصلنا ان كل البطوله بيتولاها راعي رسمي، فما كناش بنكلف الدوله اي حاجه. لكن برضو نظرا للظروف قدرنا برضو ان احنا نستقطب مجموعه من الرعاه السنه دي يعني. ان شاء الله. البولينج طبعا الاسيوي يعني متقدم جدا، ويمكن هو يعني على قمه البولينج في العالم كله في القارات المختلفه. فنتكلم عن يعني البولينج بقى في اسيا ليه هو واخد وضع كبير ومتقدم جدا. انا بدايه انا كابتن رندا عايز اقول لحضرتك ان احنا بنلعب كمصر في الزون الاسيوي بالظبط، ما بنلعبش في الزون الافريقي. لان ما فيش اتحاد افريقي. يعني احنا كان لينا شرف الحقيقه برضو احب اذكر اللواء حنفي رياض انه اسس الاتحاد العربي هنا وتولى رئاسته الدورتين المتتاليتين، فكان لينا فضل ان احنا ننشئ الاتحاد العربي. وكان عندنا في مصر بس انتقل بعد كده، حاليا هو في قطر. لكن احنا بنلعب في الزون الاسيوي ليه؟ لان ما فيش الحقيقه اتحاد افريقي. عشان يبقى في اتحاد افريقي لازم يبقى في 7 دول ليها يعني الاتحادات الاهليه مشهره في الاتحاد الدولي. فللاسف الى الان افريقيا بالكامل ما فيهاش 7 اتحادات اهليه موجوده في مصر بس. هل لا، مثلا تونس؟ في مصر وتونس وفي جنوب افريقيا وفي اثيوبيا. يعني هم دول ال4 بلاد اللي موجود فيهم بولينج كاتحادات. لكن يمكن جنوب افريقيا بتلعب في اوروبا في الزون في اوروبا. واحنا برضو معاهم. احنا بنلعب احنا في اسيا. احنا بنلعب في اسيا. وممكن كمان يكون الاهتمام في الدول الافريقيه دي مش عالي، يعني مش زي مصر هنا، ممكن يبقى اقل مثلا في اثيوبيا او على حسب الاقبال الجماهيري كمان والانجازات اللي بتحصل. والله عايز اقول لك ان لعبه البولينج بقت لعبه مرغوبه والناس بقت تحب تمارسها بشكل او باخر. وخاصه ان اي حد بيعمل صاله بولينج دلوقتي يعني لما تحسبيها استثماري كده بيقدر يلم ثمن الصاله والادوات بتاعتها في اقل من 3 سنين. هي عشان كده هي منتشره ما بين يعني نقول السن الصغير او الناشئين. يعني بنلاقي كتير قوي بيروح على سبيل حتى الترفيه،
انه بدل ما يقعد في النادي او يتمشى او كده بيروح صاله بولينج يضيع وقته، في نفس الوقت هو بيستفيد، بيلعب رياضه. والله احنا وممكن يكتشف موهبه. احنا كاتحاد بقى بنعمل ده فعلا. احنا بنفتح مراكز البولينج للقوات المسلحه للجماهير مش للعسكريين بس، عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا موجودين معانا. وبنفتحها ريكريشن، ترويح لكل الاولاد، وخاصه الاعمار اللي هي في البدايه يعني المتوسطه ويمكن الاعمار الصغيره. بعد كده احنا بيبقى لينا عيون موجوده في مراكز البولينج اللي بيتميز وبنحس ان هو عنده الستايل لاعب البولينج، بنبتدي ننتقيه ونضمه لمدارس البولينج اللي احنا بنشرف عليها. هو الجميل انه السن مش حد في الموضوع يعني المراحل العمريه المختلفه ممكن انها تمارس وتدخل الى البطوله على طول. والله يا كابتن حسام انا كنت عملت جوب اناليسيز للاعب البولينج في الكتاب. يمكن كان ليا شرف اعمل اول كتاب هايل عن البولينج في الوطن العربي كله، ما حدش يعني الحمد لله. صحيح. فلعبه البولينج يفضل ان ما حدش يلعب بولينج قبل 11 سنه عشان ثقل الكره ما ياثرش على العمود الفقري والطفل وهو لسه في مرحله طور التكوين يصاب بانحرافات قواميه. فاحنا بنقول من بعد 11 سنه بيقدر يمارس الى اي مرحله من مراحل العمر. طب على ذكر الكتب بقى، يعني يمكن انا اذكر من فتره كنا اتكلمنا على يعني نيتك لاصدار واحد كتاب من ضمن سلسله عن نجوم لها تاريخ في مجال الرياضه وكره القدم، وبالفعل الحمد لله نظهر هذا الوليد الجديد، نجوم لها تاريخ، ومتناول فيه 2 من النجوم، حماده امام وفتحي مبروك، 2 من النجوم سواء في الزمالك او الاهلي ما شاء الله، حتى حاطط تحتهم صوره يعني امتداد جيلين. بالظبط كده. كابتن سيد معوض وكابتن شيكابالا، صح كده؟ طبعا انتوا وشكوا حلو عليا النهارده ما شاء الله، مبروك. يمكن ده اول كتاب يطلع من المطبعه النهارده. ويعني الحقيقه لا طازه وسخنه حتى. بس كان في كتب قبل كده يعني اعتقد عملت كتاب البولينج. هو الكتاب ده كابتن حسام فكره يعني انا فكرته في يعني بشكل مبسط كده ان احنا بنحاول ان يبقى في قدوه للشباب. نعم. فالنهارده لما ناخد برانش رياضه وناخد كابتن حماده امام، كابتن فتحي مبروك، نجومنا العظام اللي اثروا الرياضه سواء هم لاعبين او بعد ما خلصوا، الحقيقه مسيرتهم مسيره جميله. صحيح. وبيعتبروا مثل سواء للشباب بصفه عامه او لنجوم الكوره بصفه خاصه عشان ياخدوا الطريق السليم. في نيه ان شاء الله يعني لشخصيات اخرى في كتب اخرى باذن الله؟ هتبقى سلسله ان شاء الله. يعني ان شاء الله هتبقى سلسله، وليا الشرف انها تصدر عن مؤسسه دار المعارف. طبعا مؤسسه عريقه طبعا، لانها مؤسسه طبعا عريقه. صحيح. فانا بشرف ان هذا الاصدار بيصدر من دار حتى الكتاب شكله خفيف يعني مش تقيل، مش كتاب تقيل. لا احنا عاملينه لايت كده، حاجه لايت وسعره انا بطمن الساده المشاهدين انه سعره لن يتجاوز ال5 جنيه او حاجه، بحيث يعني هو انطباع يعني دولار، هو الدولار بيعلى اليومين دول. طبعا دكتور يعني بالتوفيق ان شاء الله، وهنتابع معاكم البطوله. هي هتبدا من امتى؟ توقيتها من بكره امتى؟ ان شاء الله بكره الساعه 7 مساء. دعوه لحضراتكم ولكل الساده المشاهدين يشرفونا في المركز الدولي للبولينج بمدينه نصر القوات المسلحه. اللي عايز يروح مفتوح للمواطنين عادي للجماهير ان هم يحضروا حفل الافتتاح ويشوفوا منتخب مصر وكل المنتخبات. بتبقى المنافسات ده لغايه يوم 30 موعدها امتى برضه اللي حابب يروح يتفرج ويتعرف اكتر؟ على فكره احنا فاتحينها للجماهير مجانا ومن الساعه 11 الصبح السكواد بيبدا الى لحد 11 بالليل، لغايه 11 بيبقى اللاعبين بيلعبوا طول اليوم. اي لغايه يوم 30 معانا فرصه اللي عايز يروح يتابع ويتفرج ويعرف يعني ايه بولينج على الطبيعه، ويسال ويشوف اللعيبه ايه بامكانه يروح. بس انا عايزك انت وكابتن رندا تشرفوني ان شاء الله باذن الله، يعني دي دعوه مفتوحه لحضراتكم ان شاء الله باذن الله. وكابتن رانيا يعني ما شاء الله بتلعب بايديها الاثنين يعني موهبه بقى. شكرا لحضرتك يا دكتور، بالتوفيق دايما. شكرا ليك. شكرا. هنروح لفاصل سريع، وطبعا خلال الفاصل هنتابع تقرير عن تكريم وزاره الرياضه للاعبي العاب القوى، وخصوصا السيدات من العاب القوى، لانهم الحقيقه عملوا انجاز رائع في بطوله نيجيريا الاخيره الافريقيه. هنتكلم طبعا او هنتابع تكريم لاعبي العاب القوى في التقرير القادم، وبعد كده هيكون معانا ضيف جديد مع صباح الرياضه الاستاذ هاني فاروق نائب رئيس نادي بلديه المحله، والحديث عن استعدادات نادي المحله لدوره الترقي للدوري الممتاز لكره القدم. تابعوا تاني.